السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل وصباح الورد والياسمين على عيونكم يا احلى متابعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده يوم جديد وفيديو جديد من قناتنا يوميات انا وعمتي. يا ريت يا بنات اللي بيشوف القناه لاول مره يعملوا لنا اشتراك ولايك. احنا النهارده مع بعضنا جايبين قرنبيط هي بنات، هنعمل منها قرنبيط مطبوخ وقرنبيط مقلي. بانيه يا اللي هو جماعة، البانيه الكداب يعني من الاخر. هتشوفوا الطريقة بتاعته، طريقة جميلة خالص. ايه يا ضاي؟ احنا هنا جبنا حلهات يا جماعة، وحطينا فيها شوية مية وشوية كمون وشوية ملح، وهنغليهم اهوت عشان نسلق فيهم القرنبيط. يا دود هنا اهوت بقى المية هتغلي اهيت، ونزلنا بقى نزلنا بالقرنبيط. بالقرنبيط اهو واحده واحده. احنا هنا يا جماعة مقطعين القرنبيط، هي بتيجي واحدة على بعضها كده. بس احنا ما صورناش بصراحه التقطيع، نسينا نصور. ما كانش في دماغنا ان احنا نتصوره يعني. يا جماعة القرنبيط متوفر دلوقتي وتقدروا تعملوه، وموفر ورخيص وحلو بقى. دلوقتي، رخيص في الاسواق يعني، ممكن لو ب5 جنيه تجيبه وبتعمله. احنا بنسيبه اهوت على النار لمدة حوالي 10 دقايق، بس اهم حاجة نكون مغطيين الحلة دي معانا. تقريبا يا همس كانت ب15. اه دي بس كانت دي كانت كبير. كبيرة. احنا عملنا منها قلينا وطبخنا منها وعندنا نصها في الفريزر. كان في بس شوية أطباق صغيرين كده عشان يبقى الحوض فاضي ونغسلهم اهوت. ايوه عشان ميبقاش يعني ايه في كركبة حوالينا يعني ولا حاجة، يبقى المطبخ رايق جنبنا. يا ريت يا جماعة بقى اللي بيشوفنا لأول مرة ما ينساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والله يا بنات. ولايك أهم حاجة، وتعليق حلو كده عشان تشجعونا إن شاء الله. واحنا اهوت يا بنات معانا المقادير اهيت بتاعت البانيه اللي المطبوخ، القرنبيط القرنبيط اللي المطبوخ. احنا هنطبخه اللي اه، هيبقى احمر. معانا الطماطم اهيت، ومعانا القرنبيط وبصله وفصين توم. اي كمية قرنبيط انت عايزاها بقى. اول حاجة هنديله هيلون لون كده القرنبيط، كده هنحطه في في الزيت الزيت اهو شوية. يلون بس لون بسيط كده معانا، يا دوبك يبقى لونه ذهبي كده بسيط معانا. وهنحط معانا صينيه على العين التانية اهيت، هنحمر برضو البصله يا دوبك يعني تغيير نصفرها كده. معانا اه، بس. أكلة سهلة وجميلة ومش مكلفة خالص بصراحة ما وحلو. بتاخدش وقت، دي من الاخر يعني اكلة الزطلة. جبنا صينية اهوت، ونزلنا فيها بشوية زيت وبصلاية مقطعينها صغير ناعم بس يعني. اهم حاجة يا بنات يعني ما نكترش زيت يعني وكده. هيكتروا ايه في الأيام دي؟ زيت غالي. لا يعني غالية، الناس مش هتاكل يعني. يلا ربنا يعدها على خير. يا رب.
هنا اهوت البصلايه اصفرت كده ونزلنا عليها بالفصين التوم مقطعينهم صغير، والطماطم اهيت اللي احنا كنا فرمناها في الخلاط يا بنات. صفيناها عليها، هنسيبهم بقى مع بعضهم يطيبوا مع بعض. القرنبيط اهو. خد لون بسيط كده ونشيله على طول. اهوت يا بنات كده اللون اهوت. خلصنا الكميه معانا اهي، يا دوبك بس صفرناه كده. هننزل الطماطم اهي، بس لسه الطماطم ما طابتش، لسه ميه معانا اهي. هنعمل بقى مكونات البانيه اللي هو الكداب بقى يا جماعه. عم الطماطم تستوي. هنا معانا كوبايتين دقيق ونص كوبايه نشا ومعلقتين نشا ونص كوبايه لبن و3 بيضات، بس يا ريت يا بنات يكون البيض بلدي، بلاش البيض اللي هو التاني ده. ومعانا الشبت اهوت، عود شبت، ومعانا فصين توم اهوت حاطط عليهم كزبره ودقناهم كده في الهون. ننزل واللبن يا بنات على حسب بقى الكميه معاكي، وعلى حسب الخلطه ما تربط معاكي. هي ده عايزه يعوز اكتر من كوبايه كده لبن. انا زودت عليه لبن. ولو عايزه تكملي بميه عادي اصل انا عامله كميه كتيره يعني، واللي هيفيد منها هعينه في الفريزر، عشان انا كان فايض معايا قرنبيط برضو عيناه في الفريزر. نزلنا بالدقيق والنشا اهوت هنقلبهم مع بعض. طيب في ايه يا ضاي؟ ورشه ملح صغيره. ده ونص اللبن كوبايه اهوت. لبن اهوت، هيبقوا كوبايه يعني 3 بيضات. النشا يا بنات عشان تخلي القرنبيط معانا مقرمش ويبقى طعمه حلو. انا زودت شويه لبن برضو لحد ما وصل للقوام ده كده. كل واحد بقى على حسب قابليه الدقيق على عنده. حسب الكميه اللي هيعملها. انا يعني مكنا الكميه كانت كبيره معايا وكده، فانا حطيت هنا كمون وفلفل وملح وكركم والشبت اهوت نزلت بيه اهوت. الكركم ده عشان يخلي لونه اصفر كده وجميل معايا. نزلنا بالشبت اهو. لو عايزه تحط شطه ممكن تحط شطه. تقلبي حلو بقى كده لحد ما القوام كله يتجانس كده، والمكونات تتجانس مع بعضها. هو ده القوام اللي احنا عايزينه يا شوفوا جماعه. عشان الكاميرا اهي. والنشا دي هتخليه مقرمش وجميل. وكده معايا القرنبيط اهوت، هنزل بيه بالشوكه اهوت يا بنات. هنهرسه بقى. هنهرسه، وهيبقى الحته الفوقانيه لو جامده شويه هنحوشها. عشان ايه؟ عشان لما نيجي نحطه في الطاسه ما يطلعش معانا مفتح كده، يبقى شكله مش كويس. هنوريكم طريقته دلوقتي، تابعوا معانا. احنا هنا اهوت يا جماعه هرسناه، وهننزل بالكميه اللي احنا عايزينها برضو. انا مش هحط الكميه كلها، هننزل حبه حبه كده. ايوه لغايه اما الاقيه. شوفوا معايا عامل ازاي، لحد ما نشوف هيبقى قوامه عامل ازاي. اهم حاجه ما تكترش القوام، ما يطلعش معاكي لين قوي. وما احنا يتمسكش عايزينه في كويس، احنا لا عايزينه جامد قوي ولا عايزينه سايب خالص. سايب قوي. هو ده القوام يا جماعه. بقى معانا خلطه اهوت. دي هنعينها في الفريزر بقى اهو. شوفوا هنعينها في الفريزر كيست اهو، عشان انا معايا حاجات تانية عينها في الفريزر. دي الطماطم طابت اهيت.
هبتدي ننزل بقى ارص اهو بيبي بالقرنبيط واحده واحده، بزود شوية ميه مية اهوت بقى، وهنسيبهم يستووا كده. وحطينا طبعا شوية ملح وكمون وشوية كمون وفلفل وشوية فلفل وشوية وشويه شطة. شطه. شو بقى يا جماعة جماله. ده الشكل ده بعد النهائي ما معانا اهو. استوى بقى تحفة تحفة تحفة. هنا بقى هنعمل بقى البانيه. وطعمه جميل. انا بصراحه عمري ما كنت باكل القرنبيط ده خالص غير لما ولا انا عملته والله كده انا مكلتوش غير بصراحه. لما اتجوزت والله. لا انا حتى اتجوزت من جوه ما كنتش باكله بصراحه، بس انا لما كنا بدأنا نعمل الطريقه دي بصراحه كان طعمه اه جميل وبقينا والله بناكله على طول ايوه، ما بصراحه. اكلتوش غير لما الطريقه بتاع البانيه ده ايوه. والمطبوع ده. شو بقى بناخد معلقه كده وتنزلي في زيت سخن، وتنزلي وتقومي فردة على طول بظهر المعلقه كده، ايوه. تفرديه واهم حاجه كده. شوفوا انا بعمله ازاي، شوفوا بسويه ازاي بالمعلقه. ايوه شوفوا شكله جميل وطعمه زي تحفه. زي القرص كده بتسوي ايوه قرص مدور كده. بيكون مقرمش بقى وطعمه جميل، تاكلي اهم بعيش حاجه تاكلي تشيل الحته برز. اللي هي الفوقانيه ديت لانها بتبقى ايوه طريه، او هتيجي تحطيها لو جت معاكي واحده بالغلط هتيجي تحطيها هتلاقيها مفتحه معاكي والشكل مش كويس خالص ومش هتلم. واهم حاجه ما تقلبوش غير لما تتاكدي ان تحت استوت واتمسكت، عشان ما تجيش تقلبيها على الناحيه التانية تقوم رايحه مقطوعه منك او مهريه منك. هي سهله خالص. الحمد الله لله. ايه يا ازيك يا طيب. ضي في ايه؟ شوفوا نزلنا اهوت بسرعه بسرعه كده، ما بياخدش وقت خالص، يدوك ياخد لون من تحت ولون من فوق وخلاص. شوفوا قلبناه اهوت على الناحيه التانية، خد لون جميل شكله ازاي. جميل شوفي ومعلقه ومقرمش. النشا مخليه لا هو مقرمش. بصراحه جميل. اه والكركم برضو مخليه اصفر وحلو الكركم ازاي. بيخلي بس ما تكتروش قوي يعني هي حاجه بسيطه، لو شوفوا نص معلقه شاي. شوفوا حلو ازاي ما شاء الله، جميل جميل جميل. اللي يعملوا يا انا جماعه هبتدي اهوت ويجربوا بقى يكتبوا لنا في اطلعه واحده التعليقات. واحده. نطلعه بقى كده، مقرمش وجميل. تعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها. ده البنات الكداب زي ما بيقولوا. والله احلى من البانيه كمان، جميل. صلوا على النبي كده يا جماعه بقى، واكتبوا لنا في التعليقات عليه الصلاه والسلام. شوفوا بقى الشكل النهائي جميل ازاي. يا ريت يا بنات لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه. مع السلامه يا مع حبايب قلبي، في السلامه. حفظ الله ورعايته.